مرحبا متابعيني، شلونكم اخباركم؟ وصفتنا اليوم الطرشي الاحمر. طبعا الطرشي يتكون من الشلغم والشوندر، يعني حبيت بس اضيف هاي المواد عليه. تقدرون تضيفون فلفل الحار، تقدرون تضيفون المازة، تقدرون تضيفون اللهانة، القرنابيط، اي شي يعجبكم تضيفون. احنا ما نحب بس هذا النوع. وشوفوا ما شاء الله الطرشي نظيف ومال البيت يكون اطيب وانظف. اذا عجبكم شغلي حبايبي تابعوا المقطع للاخير. نبدي بسم الله. عندنا هذا الشلغم نظفناه، قطعنا الأطراف اللي ما نحتاجها، وخلينا هذا اللون البنفسجي، هذا مهم يكون موجود حتى الشلغم ما ينهري. ايش قد ما يبقى مدة ما ينهري، إذا شلتوا هاي الطبقة مالته راح ينهري. وهذا الشوندر كذلك هم نظفناه بنفس الطريقة. هسه بديت أقطع بالشلغم. شوفوا شلون ما يعجبكم، دوائر، أصابع، شنو اللي يعجبكم قطعوه. وطبعا هذا الشوندر هم نفس الشي، هم بديت أقطع بيه بهذا الشكل حبايبي. هسه شو نسوي؟ نخلي مي بجدر، نخليه على الطباخ. اول ما يبدي يغلي نخلي بيه الشوندر، يعني غلوة واحدة رأسا نطفيه، ما نريد الشوندر ينهري، ما نريده يستوي زايد. وهاي بعد ما استوى وبرد طلعنا الشوندر، وهذا المي ماله راح نحتاجه. واذا ما سويتوا هاي الطريقة تقدرون تاخذون مي مفلتر وتسوون بدون ما تفورون على الشوندر، يعني تخلون الشوندر والشلغم تصفطوه وتخلون عليه مي بنفس القياس. هسه عندنا حبايبي كل كوب من المي يحتاج ملعقة من الملح الصخري أو ملح الخشن، والكل 3 أكواب من المي يحتاج لها كوب واحد من الخل. هذا قياس الطرش الأحمر. هسه بدينا ناخذ هاي الأكواب. هذا أول كوب من المي، وهذا الثاني، وهذا الثالث. يحتاج أنا 3 ملاعق ملح وكوب خل. وحبايبي هسه عندي الخل، اني عندي ابيض وعندي خل تمر، راح اكاسر بينهن، اخذ كوب واحد. طبعا هذا الخل الابيض قليل ما يكفي عندي، راح استخدم خل التمر. ونضيفه على هذا المي هو والملح، ونخلطه زين حتى يذوب الملح عندنا. وهاي ملح 3 ملاعق اصدقائي، الملح الصخري الخشن، ونذوبها تماما. وبعد ما ذوبناه وجهزنا المي والملح والخل، هسه ان نخليه بعلبة تكون قزاز، تكون صحية اكثر. نخلي قطع من الشوندر وبعدين قطع من الشلغم، وكذلك نستمر لحد ما نكمل الكمية. واهم شي اصدقائي العلبة لا ترسوها للاخير، اعطوا مجال 3 اصابع بين المواد وبين المي حتى يتنفس الطرشي وما يخرب عندكم. وهسه بعد ما كملنا هذا قياسهن، نخلي الخليط المي والملح والخل. وعندنا هنا الملعقة السحرية اللي ما تخلي عندكم يخرب الطرشي ولا يكون بيه هاي الرغوة البيضة. تعتبر هاي الملعقة هي مادة حافظة. وهاي طبعا عندنا ملعقة وسط، هاي الملعقة ما متروسة هي كبيرة، ملعقة تعتبر وسط من السكر العادي، نخليها على الوجه فوق. فراح تلاحظون انتوا لو شفتوا العلبة من فتحتها ما بيها اي رغوة او نظيف. اتمنى شغلي يعجبكم اصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.